السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل بيتزا بطريقة بسيطة وجميلة. هنبدأ كده الأول بالعجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كوبايتين دقيق، هننزل كده عليهم معلقتين لبن بودرة صغيرين، هننزل كده عليهم رشة ملح، رشة سكر، هننزل كده عليهم معلقة خميرة ونص صغيرين، هننزل كده عليهم معلقتين زيت كبار. يبقى مكونات العجينة بتاعتنا كوبايتين دقيق، معلقة ونص خميرة صغيرين، معلقتين لبن بودرة، رشة ملح، رشة سكر، معلقتين زيت كبار نباتي أو زيت زيتون. طبعا كده معانا مية دافية للعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده نعجن. يبقى نقول المقادير العجينة تاني: كوبايتين دقيق، معلقة ونص خميرة، معلقتين لبن بودرة صغيرين، رشة ملح، رشة سكر، بسم الله الرحمن الرحيم كده حطينا تاني ومعلقتين زيت كبار. مكونات بسيطة وسهلة، والمية كده على حسب ما تاخد العجينة. نعجنها كده كويس. يبقى كوبايتين دقيق، معلقة ونص خميرة صغيرين، معلقتين لبن بودرة صغيرين مليانين، معلقتين زيت كبار، رشة ملح، رشة سكر، ومية دافية للعجن. نعجن كده كويس عجنة حلوة كده، مش هنحتاج مية تاني. العجينة كده حلوة بس نعجنها كويس. نعجنها ونسيبها تخمر ونبدأ نجهز الحشو بتاعنا. طبعا كده خلاص خلصناها عجناها كده عجنة حلوة. هنركنها على جنب تخمر ونبدأ نجهز الحشو. طبعا كده هنبدأ نجهز الحشو. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا جمبري متنضف وشايلين كده من الزيت. هنعمل بيضة الجمبري، فصين توم كده مهروسين عشان يعملوا كده ريحة للجمبري، رشة فلفل اسود، رشة ملح كده بسيطة مش كتير عشان لسه كده هنحط حاجات فيها ملح تاني، ونقلبهم كده كويس. هنعمل النهارده بيتزا المطاعم بتاعت الجمبري بطريقه بسيطه وجميله وفي البيت، وطعمها اجمل من بره كمان. ياخدوا كده تقليبه حلوه، يكون كده الخميره بتاع العجينه بتاعتنا خمرت. نبدا نفردها ونشوف هنضيف ايه تاني كده مع الجمبري والعجين كده والكلام ده يعني، والشكل النهائي هيكون ايه. طبعا كده ريحه الجمبري مع الثوم والفلفل والملح طالعه كده جميله جدا. بس كده انك عايزه تاكليهم من قبل ما تعملي البيتزا. طبعا كده خلاص الجمبري كده بتاعنا استوى. هنطفي كده من تحت النار وهنشوف هنعمل ايه الخطوه بعد كده. طبعا كده معانا البيتزا خمرت زي ما انتم كده شايفين. بسم الله ما شاء الله. هنبدا كده نشيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا طبعا كده الرخامه عليها كده رشه دقيق. هنبدأ كده نفرد البيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجة كده تفتح كويس معاكي، تبقى كده جميلة. طبعا معانا كده المردنة. هنبدأ نفرد على حسب حجم الصينية اللي انت هتعملي فيها. هنبدأ كده نشيلها وننزلها كده في الصينية. طبعا كده خلاص كده فردنا العجينة بتاعتنا على قد الصينية. طبعا كده بولة او طبق صغير كده في نص الصينية نعمل كده بيها شكل. نبدأ كده نغزها بالشوكة عشان متنفخش معانا. طبعا احنا مشغلين الفرن من قبل ما نشتغل عشان تسخن. طبعا عشان كده البيتزا بتحب فرن سخنة. معانا كده صلصة البيتزا، الصلصة العادية جدا. نبدأ كده نفردها برضو. البولة مش هنشيلها، نفرد كده من جنبها.
طبعا كده بيتزا سهله وسريعه، نفس البيتزا اللي بتجيبيها بره بالجمبري نعملها كده في البيت بطريقه جميله جدا. طبعا عندك جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، طبعا كده صلصه على كل الجوانب زي ما قلت. عندك جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، بس اهم حاجه كده الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الشيدر كده اختياري، لو عندك ماشي، مش عندك خلاص. طبعا كده هننزل الجبنه الشيدر زي ما قلت اختياري براحتك، لو عندك ماشي مش عندك خلاص الجبنه الموتزاريلا تكفي. طبعا كده الجمبري بتاعنا هنبدا كده ننزله برضو على الجوانب بعد الجبنه، لو عايزاه كده قبل الجبنه ماشي، اي حاجه تمشي. احلى واجمل البيتزا كده بالجمبري. طبعا معانا كده زيتون اخضر او اسود اللي متوفر عندك، انا عندي الاتنين، هستعمل الاتنين برضو، بس انت على حسب كده اللي عندك، مش شرط الاتنين. طبعا كده الحشو كده كويس. معانا كده فلفل اصفر واحمر، لو عندك كده نوع واحد برضو ممكن تمشي بيه الحال، او فلفل برضو اخضر، اي حاجة تبقى جميلة من ايدينا طالما احنا بنعملها وراضين عليها، تبقى جميلة وبتعجبنا. طبعا كده خلاص خلصنا كده الفلفل. طبعا كده هنشيل البولة. طبعا كده بالسكين بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم نقطعها كده مكان البولة. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نعمل لها كده شكل كده جميل زي ما انتوا كده شايفين بكل سهولة. طبعا الجبنة الموتزاريلا مش هنحطها دلوقتي، الجبنة الموتزاريلا لما هتدخل في سوا البيتزا هنشيلها من الفرن وهننزل عليها الجبنة الموتزاريلا، وبرده قدامكم هيكون الكلام ده كله. طبعا معانا الفرن سخنة هندخل فيها البيتزا تستوي. طبعا كده البيتزا بتاعتنا كده استوت، كده هننزل الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا، بس يا دوبك كده الجبنة تسيح كده البيتزا تكون معانا جاهزة. اهم حاجة كده البيتزا في البيتزا تحط الجبنة الموتزاريلا اخر حاجة عشان تديكي كده المطة المطلوبة، هي دي الطريقة اللي هتخلي الجبنة تمط معاكي. طبعا كده هندخل البيتزا الجبنة تسيح بس يا دوبك. طبعا كده البيتزا بتاعتنا استوت والجبنة كده ساحت بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده هنشيل قطعة كده، الجبنة بتمط عشان احنا حطيناها كده في اخر حاجة زي ما انتوا كده شايفين. جربوها بالطريقة، شايفين كده المطة ازاي، جربوها بالطريقة دي والجبنة كده تكون اخر مرحلة، يا دوبك كده تسيح وتخرجي البيتزا من الفرن هتاكلي احلى واجمل واسرع بيتزا بالجمبري والجبنة كمان بتمط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.